كريستيانو رونالدو قرر عدم المشاركة مع النصر احتجاجا على عدم إجراء صفقات شتوية. الخبر كان بفلوس، اليوم مجانا، لأنه فعلا رونالدو غايب عن مباراة النصر أمام الرياض. أنا ما بشجع النصر وليس دفاعا عن النصر وليس مهاجمة لكريستيانو، بس بدنا نحكي شوي أرقام. إنه هو النصر شو ناقصه؟ يعني شو فشلت إدارة النصر بالتعاقد معه؟ هلا اللي ما بيعرف الدوري السعودي ولا بيتابع الدوري السعودي ولا ماري من حده راح يعمل لك اختراعات. النصر هيدا الموسم اول شيء عمره جدد عقد كريستيانو رونالدو، وعقد كريستيانو رونالدو يا جماعه ما هو نص الميزانيه. يعني عم نحكي بمبالغ تتراوح او بتوصل لل 400 مليون يورو. طيب جواو فيليكس اسم كتير كبير، تشيلسي، برشلونة، اتلتيكو مدريد، بعده بعزه لاعب اساسي بالمنتخب البرتغالي، تم التعاقد معه. صخرة نادي برشلونة وميزان خط الدفاع مارتينيز بصفقة مفاجئة كمان ضموا النصر، حرم منه برشلونة. ما خلصنا، كومان من بايرن ميونخ، تجديد لمحمد سيماكان واحد من أفضل المدافعين بالدوري السعودي، إضافة لوجود ساديو ماني. وما بدي مين يشرح لكم يعني مين ساديو ماني. أوتافيو اللي تم استخدامه من بورتو كان أفضل لاعب بالدوري البرتغالي، أنجيلو وويسلي، عديد من اللاعبين السعوديين اللي هن لاعبين بالمنتخب. طيب الهلال شو عمل هون؟ الهلال تعاقد مع داروين نونيز، كلنا بنعرف نونيز، تيو هرنانديز، وفقط. وهلا تعاقد مع لاعب مدافع من الدوري الإيطالي من فيرونتينا. ما في حدا عم يعمل صفقات أكتر من النصر، خلونا نكون متفقين عليها هي. حتى الأهلي كان عنده احتجاجات إنه الصندوق ما عطاهم، والاتحاد نفس الخبرية، بس ما حدا احتج بهيدي الطريقة. غريب يعني، أنا أول مرة بسمع فيها صراحة، إنه واحد يغيب علما إنه ناديه عم بينافس على البطولة. وقبل فترة صغيرة تقدم على الهلال فارق 7 نقاط، واليوم هو خلف الهلال، وممكن الهلال يخسر امام الاهلي ويصير الاهلي والنصر والهلال معهم نفس عدد النقاط. طيب هون بهالحاله النصر مين بعد بده يجيب؟ وين بعد بده يجيب؟ علما انه حتى الهلال تخلوا عن ليوناردو. ما بعرف، انا ما بعرف، انتوا اعطوني رايكم، لانه انا هيدي اول مره بشوفها بحياتي، وسابقه لم تحصل، على اكيد ما لم تحصل، انه لاعب يقرر عدم المشاركه مع ناديه احتجاجا على عدم اجراء التعاقدات والشكوى على نادي او على صندوق الاستثمارات. يا ريت الاربع الانديه الكبرى بالسعوديه اللي تحت الصندوق تحط قديش دفعت وقديش تعاقدت. عن جد يا ريت تصير، ساعتها بنشوف كلهم قديش تعاقدوا. كل نادي المظلوم بياخد حقه، او المظلوم على القليل ببين حقه. شو رايكم انتم؟